شط بورسعيد يا شط الهوا، بلاجي أسينا وبلاجي الجزيرة، ده من تاريخ بورسعيد طبعا. أسينا بيتش وآيلاند بيتش، وده موجودين فين؟ أسينا بيتش كان موجود ما بين جامع لطفي شبارة ومجمع السلام، والجزيرة بيتش هو موجود دلوقتي مكان السفينة اللي دلوقتي 56 وعاد تجديدها هو نفس المكان. طيب ومين اللي قام بيهم؟ احنا صلينا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللي قام بالمشروع ده واحد من تجار بورسعيد الكبار، قسطنطين جورج، وهو كان صاحب مشروع سوادس بورسعيد أو ترام بورسعيد. هو عبارة عن عربية بتمشي على قضبان الحديدية بتجرح المكان. لما دخل في مجال السياحة بينافس العبقري سمنياني اللي هو صاحب فندق بلس، قرر إن هو ينزل بطوله كيوناني برضو يعمل آه، أثينا بيتش وآيلاند بيتش. دي حكاية الكازينوهات المائية، وكان في حمامات مائية، وكان في ألعاب مائية، وكان في تزلج وباتيناج. طيب يا جماعة في حاجات تانية تقولولنا عن شاطئ بورسعيد؟ في مواضيع كتير في تاريخ شاطئ بورسعيد ونوادي بورسعيد، هنقول ونعيد، تابعونا فما زال لدينا المزيد. لكن الآن في الحتة دي خلص الكلام. لكل من أسعد البورسعيدية وحط في تاريخهم حطوا نور أحمر، لهم منا سلام. كده خلص الكلام، سلام.